إزاي فصلته عن الخلفية؟ بُص، من غير ما نطوّل تعالَ أمّا أوريك عملت كده إزاي على الفوتوشوب، إن أنا أعزل الخلفية عن العنصر نفسه. طيب عشان ما نطوّلش، الموضوع بكل بساطة هنعمل إيه، هنيجي على صورة القرد نفسها هنعمل لها duplication للlayer نفسها، فcontrol أو command وJ عملنا منها نسخة تانية، النسخة اللي فوق دي هنعملها تحديد، هنعمل التحديد للعنصر نفسه، يا إما بنعمل remove background أو إن إحنا بنيجي أي عنصر بأي أداة تحدد العنصر، فأنا بالنسبة لي هاختار الأداة دي عادي، وبعد كده select subject باجي عشان أحدده تحديد كويس، باجي من على الجنب باختار cloud وبعد كده باضغط على select subject هيعمل لي التحديد بالشكل ده. كل اللي هاجي اعمله بعد كده ان انا من هنا من القائمه بتاع اللايرز بعمل لها ماسك، وبعد ما بعمل له ماسك بعمل له كليك يمين وكونفرت تو سمارت اوبجكت. بعد كده اقوم احدد التحديد بتاعه تاني بان انا بقف على الت وبقف على اللاير نفسها بتاعت القرد وبضغط لما يديني شكل الماوس بالشكل ده هلاقي التحديد اتعمل حواليه. باجي على اللاير القرد نفسه اللي انا عزلتها حاليا بعمل لها اخفاء، باجي على الباك جراوند اخلي التحديد ده موجود فيها عادي، باجي بعد كده على السلكت من سلكت باضغط موديفاي ومن موديفاي بعمل اكسباند ومن اكسباند بختار قيمة اكبر من اي قيمة عامة عشان احاول ان انا اعمل اكسبانشن للسلكشن او السلكشن عامة يبقى اكبر من الموجود في المحيط بتاعه عشان اقدر ان انا امسحه بسهولة. فعملتها 50 حاليا. بعد كده قدامنا 3 طرق عشان احنا نقدر نمسح بيها القرد من الخلفيه، يا اما بالجنريتيف كونتنت فيل او كونتنت اوير فيل، الاداه دي اللي هي موجوده في الفوتوشوب من زمان، يا اما بالريموف تول، يا اما بالجنريتيف فيل. اختاروا الاداه اللي تظبط معاكم زي ما انتوا عايزين. انا عن نفسي اخترت الاداه بتاعه الريموف، فهنلاقي ان لما عملت بتاعه الريموف هاجي هو عمل له عزل عن الخلفيه وعمل له هي حرفيا يعني اللاير ما عادتش فارقه قوي، فبختار لايرين الاتنين على بعض كليك يمين وبرضه convert to smart object. فكده بقى عندنا لايرين، اللاير بتاعت الباك جراوند عادي خالص واللاير بتاعت المونكي. تمام، فعندنا القرد اهو حرفيا لما اضغط في عشان اختار الماوس الاساسي بقف بسلكت القرد وبحركه في اي حته هنلاقيه بيتحرك معايا عادي والخلفيه بتاعته معزوله خالص، فهو كده اتعزل معانا عن الخلفيه. زي ما شفتوا الموضوع كان سهل وبسيط جدا. طبعا انا عارف ان انا مطول شويه في الغياب، ان انا بقالي فتره ما بعملش فيديوهات خاصه في رمضان وفي العيد عشان كان الواحد متعود ان هو ياكل وينام كتير جدا. فانا اسف على ده وهحاول الفتره الجايه ان انا انزل فيديوهات بشكل مستمر على قد ما اقدر. فلو عجبكم الفيديوهات اللي انا بعملها او اللي كنت اعملها واللي ان شاء الله هعملها، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله كلها. وبس كده.